يا مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين على اغلى واجمل اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو بتاعنا. واعملي لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفي قناتي فضلا وليس امرا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشتركي في قناتي وانت مش هتندم. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا ستايلة. عايزة اقول لكم بقى بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اهم حاجة كملي كده الفيديو معايا للاخر. اول حاجة بدأت بيها نعمل بقى صلصة البيتزا مع بعض. معايا كده كسرولة نزلت ب5 طماطمات وعليهم بصلاية متوسطة واربع او 5 فصوص من الثوم وقرن فلفل حامي. وبعد كده يا بنات غطيت الكسرولة وخدتها ورحت بيها على البوتاجاز، ما تحطلهاش مية خالص. هنا بقى جبت بولة ومعايا كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق سايب من عند اي عطار، نخلته زي ما انتوا شايفين. بعد كده ننزل على كيلو الدقيق بمعلقة هرمية من الخميرة الفورية، ما يعادل باكو من الخميرة الفورية. تمام. بعد كده ننزل عليها بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. امشي كده على الخطوات واحدة واحدة وجربيها. عايزة اقول لكم يا بنات الطريقة حلوة جدا جدا. بعد كده ننزل بمعلقة صغيرة من الملح، واي عجينة زي ما احنا متعودين لازم كده نحط سكر. تمام. نزلت بمعلقة صغيرة من السكر. لو عندك لبن بودرة حطي معلقتين من لبن البودرة، ما عندكيش اعملي زي كده مفيش مشكلة خالص. قلبنا المواد الجافة كلها مع بعضها. بعد كده نزلت عليهم بربع كوباية زيت، ربع كوباية صغيرة. تمام. بعد كده يا بنات ننزل بالمية، مية دافية زي دموع العين كده بالظبط. نزلت كده بالمية. هنا بقى معايا المضرب، انا مش هعجن خالص، انا هنعمل عجينة سايلة. عايزة اقول لكم العجينة يا بنات السايلة يعني كأنك ما بتعمليش بيتزا. عايزة اقول لكم ما بتاخدش كده يعني 10 دقايق تكوني كده مخلصاها. هنا بالمضرب كده ننزل بالمية واحدة واحدة ونضرب بالمضرب كويس جدا. مش عايزين بقى اي حاجة تكون مبلبعة في العجينة، عايزين العجينة تكون ناعمة. تمام. اضربي لمدة كده 5 دقايق بالمضرب الايد كده بالشكل ده. تمام. شايفين القوام ده يا بنات؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه، زي قوام الكيكة كده بالظبط. بعد كده جبت كيسة نظيفة وبدأت ان انا اغطي العجين، نسيب بقى العجين لحد ما يخمر. على العجينة ما تخمر معايا نكون حضرت بقى الحشوات اللي انا هعمل بيها البيتزا، ونكون عملت صلصة البيتزا. هنا بقى جبت القطاعة ومعايا الهوت دوج. عايزة اقول لكم يا بنات اقسم بالله الفيديو مظلوم جدا جدا، يعني لدرجة ان انا عايزة اشيله. انا هنا كنت عاملة نوعين من الهوت دوج، يعني ده انا كنت هنزله، بس بصراحة لما لقيت الفيديو مش جايب مشاهدات خالص والله حزينة على الفيديو ده. انا هنا في نفس اليوم كنت عامله الهوت دوج اللي انا كنت منزله معاكم، وده انا كنت عاملاها قبليه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده قطعته. عايزه اقول لكم يا بنات والله احسن من اللانشون واحسن من البسطرمه كمان. ولو عملتي الهوت دوج بالصلصه هيديكي طعم الصدق. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا الكميه كلها على حسب بقى ما انت عامله قد ايه كميه الدقيق بتاعتك، وعلى حسب عدد اسرتك. انا هنا عامله كيلو من الدقيق، ما شاء الله احنا 5 افراد. عايزه اقول لكم اكبر صينيتين بيتزا عاملاهم بألف هنا وشفا، يعني قضيتهم واتبقى مننا كمان. فانت بقى لو اسرتك كده نفرين او 3 ما شاء الله الصينيه تقضي، فاعملي بقى نص الكميه. انا هنا يا بنات قطعت كده كميه الهوت دوج كلها زي ما انتوا شايفين شرايح رقيقه بنفس الطريقه. بعد كده بقى لو عندك فلفل الوان هاتيه، اي حاجة بتحبي تحطيها، اي خضار حطيه. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم قد ايه ان هو طري وطعمه يا بنات روعة وريحته حلوة جدا جدا.
ومعايا هنا ميكس جبنات، عندي جبنة موتزاريلا وميكس جبنات. تمام. اهم حاجة طلعيها من بدري عشان تفكي تماما من التلج. الجبنة يا بنات بتديكي نتيجة حلوة لما بتكون ما تكونش ساقعة وتكون في التلاجة، تكوني كده مطلعاها قبلها من بدري وتكون فكة واخدة درجة حرارة المكان. تمام. يبقى احنا هنا معايا قرن فلفل اصفر وقرن فلفل احمر. نقطع بقى الفلفل. عايزة اقول لكم ان الفلفل ده انا مفرزاه في الفريزر. ايام كده الفلفل الالوان ما بيكون رخيص بجيب بقى كيلو 2 كيلو وبحط كده قرن الفلفل زي ما هو، وساعة الاستخدام بطلع وبقطع كده زي ما انتوا شايفين. تمام. قطعته مكعبات صغيرة جدا. انت بقى بتحبي الفلفل الالوان اكتر من كده حطي، يعني الخضار ده حطي الكمية اللي انت عايزاها. قطعي قرنين فلفل سبايسي كده معاهم، او قرنين فلفل بارد كمان لو ولادك بيحبوا الفلفل حطي. الفلفل حلو ومفيد يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا الكمية كلها مكعبات بالشكل ده. وهنا نزلت بقرنين فلفل حامي عشان يدي كده طعم البيتزا سبايسي. دلوقتي بقى الجو بدأ ان هو يسقع شوية، فالحاجات دي بتكون طعمها حلو بالذات لما تكون سبايسي شوية. هنا جبت طبق وحطيت فيه كده الفلفل بالشكل ده. هنا يا بنات الطماطم كانت استوت، بدأت كده ان انا اشيل القشرة. تمام. السلطة دي يا بنات بتكون حلوة جدا جدا. شلت كده القشرة. عايزة اقول لكم سخنة، يعني على قد ما تقدروا تقولوا قولوا، بس انا بقى عايزة اخلص وانجز. تمام. هنا الفلفل هضربه كده بالهاند بلندر مع الطماطم زي ما هم. ما عندكيش هاند بلندر اضربيهم في الكبة. ضربتهم بالشكل ده. الطماطم مستوية والبصل والفلفل مستوي وكل حاجة معايا كانت مستوية. ضربتهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين لحد ما نعموا معانا تماما. تمام. شايفين يا بنات القوام بقى ناعم وتقيل بالشكل ده. بعد كده ننزل عليهم معلقة كده صغيرة من معلقة الشاي من الزعتر. وهنا معايا ربع معلقة من الفلفل الاسود. وحط بقى معلقة صغيرة كده من السكر وذرة من الملح، يعني ربع معلقة من الملح. تمام. نقلب مع بعض كده الصلصة ونسيبها بقى يعني دقيقتين كده ونطفي عليها النار على طول. تغلي بس غلوتين ونطفي عليها النار على طول. يبقى احنا كده جهزنا كل حشوات البيتزا. جبت كده الصينية بتاعت البيتزا، وبعد كده يا بنات هنديها مسحة من الزيت. هنزل عليها كده بمعلقة ونمسحها بقى من كل الجناب. اهم حاجة الصينية كلها تكون ممسوحة بالزيت زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة بايدي، ونوزع الزيت كده كويس بالشكل ده. انت بقى عندك صواني مدورة صغيرة، تمام، مفيش مشكلة خالص. عايزة اقول لكم الصينية دي يا بنات كبيرة جدا جدا، يعني بتدخل الفرن ما بيكونش يعني في مكان كتير جنبها ان انا احط يعني حاجة كمان جنبها. بيبقى في مكان صغير فاضي في الفرن، يعني ما شاء الله حجمها كبير جدا. ننزل بقى بنص كمية العجين في الصينية، وباقي الكمية هسيبها للصينية التانية. الصينية عندي بتاخد نص كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين. نفرد بقى العجينة بالشكل ده. تمام. والله يا بنات سهلة جدا وطعمها حلو قوي قوي، يعني عجبت البنات بصراحة. انا كل مرة بعملها اللي انا بعجنها، اللي انا كنت عاملة الطريقة التانية دي معاكم قبل كده، المرة دي ما شاء الله عجبت البنات وما خدتش وقفة بقى معايا في المطبخ خالص، ولا دقيق ولا الدنيا كانت متبهدلة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين وزعت العجينة بالشكل ده. تمام. بعد كده هجيب بقى الصينية التانية واوزع الصينية التانية زي ما وزعت كده العجينة في الصينية دي، هوزع العجينة في الصينية التانية. اهم حاجة خلي كده حجمها متساوي، يكون الحجم موحد كده في الصينية بالشكل ده. جبت بقى الصينية التانية واديتها مسحة بالزيت كده بكف ايدي كده، ومسحت الصينية كويس جدا. بعد كده هوزع باقي كمية العجين زي ما انتوا شايفين كده بنات.
عايزه اقول لكم والله يعني توزيع العجين في الصينيه سهل، ولو انت بقى يعني فرنك صغير اعملي في صواني صغيره هتكون احسن ليكي كمان. تمام، وزعنا كده العجينه بالشكل ده. بعد كده هنجيب بقى الصينيه اللي انا عملتها في الاول خالص. تمام، انا هنا وزعت العجين يا بنات الاول. الحشو ده بعد ما نخلص بقى يعني خلصي الكميه بتاعتك كلها، بعد كده ابداي خدي اول صينيه يعني حطيتي فيها العجينه. تمام، ابدأي ان انت تظبطيها بقى بالصلصة وتحطي الحشوات بتاعتك. هنا بقى جبت الطبق وحطيت فيه كده الصلصة، كانت بردت معايا تماما. شايفين يا بنات قوامها تقيل، وعايزة اقول لكم بقى طعمها روعة، طعمها حلو جدا جدا. هي دي صلصة البيتزا الأصلية. هجيب بقى الصينية اللي انا عملتها الاول. شايفين هنا كان وشها يعني ابدأي كده ان انت ما تعمليهاش في ساعتها تفضيها وتبدأي ان انت توزعي عليها الصلصة. تمام، لا سيبيها كده يعني دقيقتين او 3، وشها لما تحسي ان هو نشف كده شوية ابدأي ان انت توزعي عليها الصلصة بالشكل ده. تمام، وزعت يا بنات هنا الصلصة. انت بقى عايزة تكتري اكتر من كده. بصراحة انا والله ندمت ان انا ما كترتش الصلصه اكتر من كده، قلت يا ريتني كنت كترت الصلصه شويه. بس الحمد لله مفيش مشكله خالص. بعد كده هوزع بقى الهوت دوج كده زي ما انتم شايفين. وممكن تحطي على الوش ميكس جبنات مش اكتر من كده، شيدر بقى وموزاريلا وجبنه تركي، اي جبنات متوفره عندك. انا هنا عشان الهوت دوج انا كنت عاملاه في البيت ومتوفر عندي، فحبيت ان انا احطه في البيتزا. تمام، وعايزه اقول لكم يا بنات والله نضيف، احلى من اللي انت بتشتريه من بره بكتير. اللي انت بتجيبيه من بره ما انتش عارفه اصلا هم عاملين الهوت دوج ازاي. انا اول مره يعني انا اكلته لما عملته في البيت. انا عمري ما بحب عامه اي مصنعات فيها لحوم سواء جبنه او فراخ، انا عمري ما باكلها من بره. حتى لو فراخ مشويه وجايه جاهزه من عند اي حد من بره، انا عمري ما باكل اي حاجه من اللحوم من بره. عايزه اوصل لكم ان اعملوا الحاجات دي في البيت. والله يا بنات انا لما عملته ندمت ان انا ما عملتوش من زمان، وقلت على طول هعمله لبناتي عشان اكلهم حاجه نظيفه وحاجه انا عاملاها بايدي وحاجه ضمنها. هنا بقى انا حطيت كده على وش الهوت دوج فلفل الالوان، وزعته كده. وزعي بقى عايزه تحطي زيتون، بس انا بصراحه ما كانش عندي زيتون عشان كده ما حطيتش، بس لو عندي زيتون طبعا كنت حطيت. هنا وزعت بقى ميكس الجبنات بالشكل ده. ده ميكس يا بنات، انا بجيب مكي مكي حلو قوي قوي وطعمه كمان بيكون حلو في الاكل. بعد كده هوزع بقى شويه من الموزاريلا، والموزاريلا انا جايباها جبنه دومتي. وزعت كده الموزاريلا على وشها بالشكل ده. طبعا عشان صينيتين انا هقسم نص كميه الجبنات، الصينيه دي نص الكميه والصينيه التانية هحط عليها نص كميه الجبنات. تمام، هنا وزعت الجبنة كويس جدا. بعد كده بقى جبت حتة بصلاية بصلاية كده صغيرة، وبدأت ان انا هقطعها على وش الصينيتين. البصل ادى طعم كمان للبيتزا حلو قوي قوي يا بنات. هنا هوزع بقى باقي كمية الصلصة على وش البيتزاية التانية. عايزة اقول لكم والله يعني ندمت ان انا ما كترت الصلصة. يعني ما شاء الله عاملة 5 طماطمات، بس لا كانت عايزة كمان 3 طماطمات عليهم او 4 عشان تبقى ايه صينية البيتزا كده غرقانة بالصلصة. بصراحة انا بحب الصلصة كتير. تمام، انا هنا كمان كملت بكيسين كاتشب. هنا كان عندي بسطرمة، بدأت كده ان انا اوزع بسطرمة على الوش كده بالشكل ده. وكان في معايا هوت دوج كمان، بدأت ان انا اوزعه. كمية يا بنات الهوت دوج اتبقى منها. باقي الكمية حطيتها كده في علبة بس ليها غطا ودخلتهم الفريزر. تمام، هنا وزعنا كده البسطرمة زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم بقى اللي بالهوت دوج طعمها احلى كمان. يعني البنات عندي عجبتهم الصينية التانية اللي انا كنت ملياها هوت دوج. هنا يا بنات وزعنا كده البسطرمة بالشكل ده. انت بقى متوفر عندك اي لحوم، لو مثلا فراخ انت فرماها ومعصجاها، لحمة معصجة، اي حاجة انت بتحبيها حطيها على البيتزا. بعد كده هنزل عليها بالفلفل الالوان. عايزه اقول لكم بقى فلفل الالوان يعني لما قعد معايا كده لما جيت اعمل الصينيه التانية كان نزل ميه. تمام،
فالافضل بقى ان انت تقطعي لكل صينيه، تقطعي لها كده الفلفل، تطلعي من الفريزر وتقطعيه على وش البيتزا على طول، يعني ما تقطعوهوش كده متلج وتسيبيه. تمام. بعد كده هجيب بقى بصلايه صغيره، حطيت يا بنات نصها على البيتزايه اللي هي بالبسطرمه، والنص التاني هحطه على البيتزايه الاولانيه. بصوا شرايح رقيقه جدا جدا جدا. انا عايزه بس ايه يعني طعم البصل مش اكتر من كده، يكون طعم فيها بسيط مش بصل كتير. ده لو انتي بتحبي البصل، ما بتحبهوش ما بتحطهوش، مفيش مشكله خالص. قطعنا كده البصل بالشكل ده، يعني شريحه رقيقه جدا جدا. بعد كده هحط بقى كده على البيتزايه التانية. معايا هنا طماطم قطعتها كده رقيق، شرايح رقيقه بالشكل ده. انت بقى اي خضار انت بتحبيه حطيه. تمام. قطعنا كده الطماطمية، طماطمية صغيرة مش كبيرة خالص. لو عندك بقى زيتون عايزة تحطي حطي، بس انا بصراحة ما كانش عندي زيتون، فعشان كده يا بنات ما حطيتش زيتون. بس لو عندك طبعا حطي شرايح زيتون. هنا رشيت رشة صغيرة من الفلفل عشان الوصفة بتاعتنا فيها بصل. تمام. بعد كده بقى هحط لها الجبنة. هنا بحط يا بنات جبنة الميكس كده الاول، وبعد كده على وشها بحط الموزاريلا. ولو حد بيجيب نوع موزاريلا نضيف ومجربه، اهم حاجة عن تجربة يعني احسن من دومتي، اكتبولي في التعليقات، لان بصراحة غيرت كذا حاجة غير دومتي وما كانتش حلوة خالص خالص. تمام. حطيت كده على وش الميكس جبنة موزاريلا بالشكل ده. وكده يا بنات ظبطنا الصينيتين. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 200، يعني اعلى درجه حراره 200 او 220 تقريبا. انا مولعاه يا بنات على اعلى درجه حراره. هنا بقى حبيت كده احط على الوش هوت دوج، لان كان متبقي معايا كتير، ولقيت البنات يا ماما لا يعني ايه حطي في الصينيه دي كمان، فقلت لهم تمام. حطيت كده في الصينيه دي، ظبطتها كمان، حطيت فيها كام واحده من الهوت دوج. وكده يا بنات الصينيتين جاهزين معايا، شايفين ما شاء الله، بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم طعمها كان حلو جدا جدا، وسهله وبسيطه وما خدتش وقت معايا خالص. هدخل بقى اول واحده حشيتها، هدخلها في الرف اللي تحت خالص في الفرن. اوعي تحطيها في الرف اللي في النص هتطلع ناشفه معاكي، حطيها في الرف اللي تحت خالص. تمام. ولعي الشوايه وولعي الفرن من تحت. طيب ما عندكيش شوايه، ولعي الفرن من تحت لحد كده ما تلاقي العجينه من تحت لونها يعني بدأ. شيلي كده من الحرف شوفي العجينه من تحت لونها ايه. لقيتي لونها من تحت بامبي كده، يبقى ارفعي البيتزا وحطيها تحت الشوايه، ولعي الشوايه وسيبيها بس تاخد لون بسيط مش اكتر من كده. تعالوا بقى بعد ما طلعتها من الفرن نقطع كده. عايزه اقول لكم بقى كانت سخنه يا بنات، كانت مولعه. شايفين قعر البيتزا كده الاحمر الفاتح الجميل؟ شايفين الجمال؟ والله يا بنات طعمها روعه من غير بقى ما تلتي وتعجني. شايفين الهشاشه هشه وخفيفه وجميله. وعايزه اقول لكم قد ايه عجبت البنات وعجبت جوزي. جربيها بالطريقه دي وابهري ولادك وابهري جوزك، وكل اللي هياكلها من ايدك هيسالك ويقولك انت عاملاها ازاي. وحطي فيها الحشوات اللي انت بتحبيها. ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم وتطلع معاكم احلى من كده بكتير. ربنا يحسن ما بين ايديكم. والصينيه التانية كمان قطعت منها حته وقلت اوريكم. جربوها يا بنات، جربوها ومش هتندموا. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم وينال اعجابكم. بالله عليكي لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لايك. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.